فيديو النهاردة عن الفنان أحمد حلمي وعن إصابة الفنان أحمد حلمي بمرض سرطان العظام وعودة السرطان ليه مرة تانية. إيه اللي قالته الفنانة منى زكي بعد عودتها من باريس بعد تواجدها بأسبوع الموضة؟ إيه اللي قالته عن زوجها وعن المرض اللي رجع ليه مجددا وسفر لباريس وفحوصات وتحاليل وخبر تصدر المواقع الإخبارية وأحزن كل جمهور الفنان أحمد حلمي بعد خبر يعني تعرضه لوعكة صحية شديدة وعودة المرض ليه مرة تانية. هنشوف ايه التفاصيل اللي كشفتها الفنانة منى زكي عن مرض الفنان أحمد حلمي وايه الأطباء قالوه. كل التفاصيل هتشوفوها، تابعونا نوضح لكم الحقيقة كاملة. بس من فضلكم لايك للفيديو واسمعوا الفيديو للآخر عشان المعلومة توصل لحضراتكم كاملة. ولو مش مشتركين بقناتي بيكون شرف ليا تواجد حضراتكم الكريم بقناتنا المتواضعة. الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي قصة حب كبيرة جدا، قصة زواج، يعني من الزواج اللي في الوسط الفني القليل بيستمر واللي بينتج عنه أولاده بتكون قصة حب كبيرة جدا. أحمد حلمي ومنى زكي متجوزين بقالهم 20 سنة. قصة حب جمعت بين النجمين في الوسط الفني، وتصادف كمان عيد ميلادهم اللي كان بيوم واحد والكل كان بيبارك ليهم. خاصة ان احمد حلمي كان اتكلم قبل كده وقال ان قصة جوازنا كنت انا لسه في بدايتي وبقدم برامج وهي كانت لسه داخلة الوسط الفني وكنت معجب بيها، وممكن العمل في البداية اللي اشتركنا فيه هو فيلم افريكانو واللي بعدها قررت ان انا اطلبها رسمي. وبالفعل قلت لها انا هاجي اطلبك من والدك وطلبتها، وبدأت انطلاقة احمد حلمي وانطلاقة منى زكي وقصة الحب اللي بينهم توجت بالزواج. للأسف الفنان أحمد حلمي منذ فترة كان مسافر للندن، وللأسف كان بيعمل فحوصات وتحاليل بسبب تعرضه لوعكة صحية بشكل مستمر. وبعد الفحوصات كشفت ان هو عنده سرطان بالعظام وضروري ان هو يجري العملية الجراحية في أقصى فرصة. وبالفعل دخل غرفة العمليات وأجرى العملية وفضل فترة كبيرة بمضاعفات بتلاحقه بسبب العملية دي لحين شفائه منها. النهاردة وللأسف مرة تانية بدأ أخبار تعلن إن هو المرض رجع ليه تاني وإن هو مصاب بالمرض ده. لكن الفنانة منى زكي خرجت طبعا بعد عودتها، كانت في باريس بأسبوع الموضة وبتعرض أزياء، والكل اعتقد ان منى زكي خلاص اعتزلت الفن وبقت عارضة أزياء، لكن قالت ده كان شيء طارئ. منى زكي قالت ان الفنان احمد كويس وادعوا له وهو بخير وما تقلقوش عليه، ونفت ان السرطان رجع ليه تاني لكن هو بيعاني من وعكة صحية عادية. هستنى تعليقاتكم، ادعوا له بالشفاء. شكرا لكم.